انتوا تعرفوا ان الاطفال الصغيرين لو الام او الاب طلعوا بره الاوضه ممكن يفتكروا ان الام والاب دول اختفوا للابد ومش هيرجعوا تاني. هم اختفوا، وده بسبب حاجه في مراحل تطور الاطفال السيكولوجيه اسمها object permanence. وممكن نحاول نفهم مع بعض كده ايه اللي بيحصل من ساعة ما الطفل بيتولد لحد ما بيبقى سنتين. دي مرحلة من التطور كده حسب نظرية كده اسمها sensory motor stage. ايه المرحلة دي عبارة عن ايه؟ دي مرحلة كده حسية حركية. يعني ايه الكلام الملخبط ده؟ يعني في المرحلة دي الطفل بيبتدي يتعلم ان الحاجة حتى لو انا مش شايفها بعيني، مش سامعها بوداني، مش لامسها بايدي، بس هي ينفع تبقى موجودة في العالم برضو عادي جدا. امال هو كان فاهم ايه قبل كده؟ قبل المرحلة، قبل ما يبدأ يفهم ده، كان في تخيله ان الحاجة لو اختفت من قدامه فمعنى كده ان هي اختفت من العالم كله. يعني مثلا لو معاه كورة وبعدين دخلت تحت البطانية فالكورة دي اختفت، فهو ممكن يبقى متضايق جدا ويبقى مخنوق وبيعيط ومتنرفز لان بالنسبة له الكورة راحت. لو الاب طلع برا الأوضة هو بالنسبة له اختفى خلاص كده ومش هيرجع تاني، فهو بيبقى متضايق. لكن بعد لما بيبدأ يدخل أو بيبدأ يتعلم في المرحلة دي اللي هي من أول ما بيتولد لحد سن سنتين، بيبتدي يعرف إني لما الكورة تدخل تحت البطانية عادي ممكن تطلع تاني، ممكن الكورة موجودة، هي موجودة وهتظهر تاني، هنطلعها تاني هتظهر. الأب اللي طلع من الأوضة هيرجع تاني، هو ما راحش من الوجود كله وما اختفاش ما اتبخرش، هو هيقدر يرجع الأوضة تاني لأن هو لسه موجود. بعد كده بندخل في مرحلة برضو لذيذة قوي، او بتحس كده قد ايه المراحل دي مبهرة. يعني في السايكولوجي كلها مبهرة بصراحة. المهم يعني ان المرحلة دي اسمها pre-operational stage. ايه المرحلة الغريبة دي؟ المرحلة دي بيبتدي الطفل يتعلم فيها، بيبتدي يتعلم ان ينفع ان صوت معين او كلمة معينة او رسمة او صورة ينفع تمثل حاجة مش موجودة في الواقع دلوقتي قدام عينه. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا لو كان الطفل عنده دبدوب زي ده كده، ممكن يبتدي وهو يلعب بيه على اساس ان هو كائن حقيقي، مع ان هو الكائن ده نفسه مش موجود قدامه، الاخطبوط ده نفسه مش موجود قدامه دلوقتي. ممكن يبقى بيلعب بعصاية وبيتعامل ان هي سيف. ممكن يسمع كلمة كلب فيعرف ان احنا بنتكلم عن الكلب الحقيقي، حتى لو الكلب ده مش موجود قدام عينه دلوقتي. امال هو قبل كده كان بيفكر ازاي؟ قبل كده كان بيتعامل مع الحاجة زي ما هي موجودة قدامي حالا. يعني مثلا لو في كلب انا بلعب مع الكلب، انا بتفاعل مع التجربة اللي حاصلة دلوقتي، بلمس الفرو بتاعه، سمعت صوته مثلا اتخضيت شوية، انا بتفاعل مع التجربة دي، ما عنديش اي حاجة تانية اعملها غير ان انا اتفاعل مع التجربة دي دلوقتي حالا. بعد كده ابتدي اعرف ان ممكن ما يبقاش في كلب قدامي، بس كلمة كلب تكون بتعبر عن الكلب، اتخيل مثلا شكل الكلب او حاجة، او مثلا افتكر الحاجات الصفات اللي انا اتعاملت معاها دي. ففي الحالة دي يعني هما ليه الموضوع ده حاصل اصلا في البني ادمين؟ يعني باختصار كده الموضوع ده حاصل عشان يسهل علينا التواصل وحل المشكلات ومعظم العلوم. لان احنا مثلا تخيل لو انت كل مرة مثلا عايز تقول لحد ان انت رايح بيتك، هتقوم جايب له بيت حقيقي كده ماسكه، تجيب البيت الحقيقي تشده كده وتقول له بس انا رايح هناك. فهو انا هنا اقول له انا رايح بيت، كلمة بيت هو خلاص عرف ان البيت ده هو البيت ده وخلاص خلصت. في البداية في المرحلة الأولانية اللي اتفقنا عليها مرحلة حسية حركية، الطفل لما بيجي يلعب حاجات زي مثلا اللعبة دي كده وبعدين نظهر مرة واحدة، أنا بعلم الطفل إن الحاجة اختفت، لا هي مختفتش، أنا موجود. فأنا بسرع أصلا المرحلة دي. لما بلعب مثلا بيلعب بالكورة وتدخل تحت حاجة وبعدين تطلع تاني، فأنا بسرع المرحلة دي. فاللعب في المرحلة دي هو حاجة كويسة جدا ومهمة جدا. المرحلة اللي بعد كده اللي هو بيبتدي يشوف فيها الحاجة ان هي بتمثلها كلمة او بتمثلها حاجة، لما بيجي يلعب بالسيف، بيلعب بالعصاية ويعمل نفسه كأنه بيلعب بسيف، بيبتدي يفهم انه ايه ده، ينفع يبقى في حاجة موجودة بتمثل السيف بس السيف الحقيقي مش موجود. فانا بساعده ان هو يتطور في المرحلة دي اسرع واحسن، بساعده ان هو يتعلم اللغة، بساعده ان هو يتواصل اجتماعيا كمان، وبنمي المهارات الاجتماعية بتاعته وبنمي الذكاء بتاعه. ففي الحالة دي بنقول ان اللعب ده حاجة اساسية بالنسبة للطفل، هو مش مجرد بيلعب بيستمتع، هو بيلعب بيستكشف العالم وبيتعلم وبيتطور ذهنيا، هو مهم كمان لتطور المخ. فيعني سيبوا الاطفال تلعب، خلوهم يلعبوا، شجعوهم يلعبوا.